مطرب جديد اسمه توليت عمل جدل كبير، هنقول لك دلوقتي هو مين وايه اسباب الجدل ده. في البدايه الجدل حوالين توليت له كذا سبب، منها هويته الغامضه والقناع اللي لابسه على طول على وشه، والسبب الثاني هو اغاني البومه اللي طرحها على كل المنصات واللي كانت مزيكتها مختلفه عن اغاني دلوقتي، وكمان كان باين انها معموله بشكل احترافي، يعني مش مجرد حد هاوي عمل شويه اغاني. والسبب الثالث هو الفيديو كليب اللي عمله لأغنية حبيبي ليه، واللي كان مستوحى من مشاهد كتير من فيلم آيس كريم في جليم. كل ده كان سبب في تساؤلات من الجمهور حوالين من هو توليت، خصوصا كمان بعد اعلان مشاركته في مهرجان العالمين في افتتاحيه حفله فرقه كايروكي. التفسيرات قالت ان توليت هو رابر موجود بالفعل وله اغانيه واسمه مهاب، وتفسيرات تانية قالت انه رابر اسمه خفاجي. لكن المشكله في التفسيرات دي هو ليه ممكن حد موجود بالفعل وله اغانيه ممكن يعمل البومات بشخصيه تانية؟ وفي تفسير تالت قال ان توليت هو عبد الله عمرو دياب بسبب روح الاغاني بتاعته اللي قريبه من روح اغاني عمرو دياب، خصوصا فيديو كليب حبيبي ليه. وسط انتظار الناس ان توليت يظهر بشخصيته الحقيقيه بعد كده، وان حاله التخفي دي مقصوده للفت النظر للاغاني، ناس تانية قالت ان ممكن جدا يفضل توليت شخصيه مجهوله محتفظه بالجدل والاعجاب والاثاره اللي عملتها من وقت ظهورها لحد دلوقتي. قول لنا في التعليقات عن رايك في مين هو توليت.